استلمت نظام والموظفين يشتكون صعب معقد والأخطاء كثيرة. استثمرت آلاف الدنانير والوقت، والنتيجة نظام ما حد راح يستخدمه. أنا شمس، وياكم بحلقة جديدة بسلسلة من فكرة إلى نظام من دار النظم. واليوم نكشف السر اللي يميز بين نظام ناجح يخدمكم لسنوات ونظام فاشل ينتهي على الرف. الخطأ القاتل اللي يمر به أغلب المبرمجين والشركات هو بناء ناطحة سحاب بدون مخطط هندسي. يفتحون بيئة التطوير ويبدأون ببناء الواجهات والأزرار مباشرة، والنتيجة متاهة رقمية. كل قسم يضيف فكرة، كل موظف عنده طلب، والنهاية نظام غير مترابط وغير مفهوم. الحل الاحترافي: خطوتين فقط قبل كتابة أي كود. هاي مو مجرد رسمة، هاي هي عظام النظام. بورقة وقلم أو ببرنامج بسيط نرسم الهيكل الأساسي. وين مكان القائمة؟ وين زر الحفظ؟ كيف المستخدم ينتقل من شاشة ألف إلى شاشة باء؟ أولاً، المخطط الهيكلي وايرفريم. الهدف هنا هو الوظيفة مو الألوان والجمال، وهنا السحر الحقيقي. نحول المخطط الهيكلي إلى نسخة تفاعلية تضغط أزرارها وتتنقل بين شاشاتها كأنك تستخدم النظام الحقيقي بس بدون برمجة. ثانياً، النموذج الأولي التفاعلي Interactive Prototype. هذا النموذج نعرضه على الموظف، على المدير، وعلى صاحب القرار. هل المستخدم الجديد افتهم شاشات النظام وبدون ما يسأل وين أضغط؟ إذا الجواب نعم، المخطط ناجح. وهنا نطبق القاعدة الذهبية: اختبار أول دقيقة، إذا لا نرجع نعدل على النموذج الأولي. التعديل هنا يكلف دقائق، بينما التعديل بالبرمجة يكلف أيام وأموال. ليش هاي الطريقة توفر عليكم فلوس ووقت؟ تكتشفوا الأخطاء التصميمية مبكراً قبل ما فريق البرمجة يضيع ساعات طويلة. تضمن قبول الموظفين للنظام لأنهم شاركوا بتصميمه واختباره من البداية. تستلم المنتج اللي تريده بالضبط لأنك جربته وشفت كل تفاصيله قبل ما يكمل. فبالمرة الجاية قبل ما تسأل المبرمج يمتى يخلص النظام، اسأله: ممكن أشوف النموذج الأولي؟ هذا السؤال وحده يفرق بين الهواة والمحترفين. وهذا كان سر اليوم من فكرة إلى النظام. الله معك.